اقسم بالله اقسم بالله، انا بقالي نص ساعه بحاول اطلع لايف مش عارف، بس انا لا، الزمالك ده مش فريق طبيعي. الزمالك ده مش فريق عادي، مش فريق منطقي، مش فريق يعرف يعني ما عندوش اوبشن ان انا العب عادي واكسب عادي واتصدر عادي واخد بطوله عادي. لا، لازم ياخد البطوله يطلع عين ابونا فيها، لازم يحسسنا ان الموضوع صعب، والموضوع فعلا بيبقى صعب. انت كنت فريق مركز خامس ولا سادس، وكنت يعني لعن ايقاف كده لعيبه بتفسخ عقودها، لعيبه بتتباع. اهم اتنين يعتبر من اهم اتنين لعيبه عندك دونجا وناصر ماهر. بالمناسبه ناصر ماهر النهارده نزل جاب جون مع سيراميكا كليوباترا، مع اسمه يا ربي، مع بيراميدز، تمام. مش عارف جايب جونين قبل كده وجون قبل كده وجون قبليه وجون بعديه. عادي، بتبيع لعيبه عشان توفر فلوس للعيبه اللي عندك، اللي اغلبهم ناشئين وعيال. يا راجل ده النهارده ايمن الكاشف كان بيقول لك ان معدل اعمار الزمالك 25 سنه، مش عارف 8 شهور ولا 3 شهور. ده معدل اعمار صغير. انت ده يدل انت عندك في الفرقه في الفرقه بتاعتك، في السكواد بتاعك، اللعيبه اللي موجوده، تمام، لعيبه كلها اعمارها شباب صغيره. ومع ذلك مدير فني محلي جاي فتره مؤقته، تمام، لانك معكش فلوس تجيب مدير فني اجنبي، فجبت معتمد جمال. تعالى يا عم معتمد ماتشين، معتمد جمال خلى الفرقه في حته تانيه خالص. اداء تلاقي، نتيجه كويسه تلاقي، سكور تلاقي، 1-0 ويجري تلاقي، 2-1 بتلاقي الروح ماشي، 2-0 بجونين في اخر الدقايق، اوكي، اكشن. الزمالك ده مش بيعيشك ماتش عادي، ده بيديك في فيلم اكشن في سينما 5D ولا 4D سينما. ده فريق مش طبيعي، ده فريق ضد المنطق، ضد اي حاجه في الدنيا. 10 ولا 11 ايقاف كده، معاك لعيبه بتاخد غالبا بتقضي عشاها نوم في النهايه. يعني منافسينك عتاوله في الفلوس، عتاوله. بيراميدز اكثر استقرارا من اي فريق في مصر، اكثر استقرارا من الاهلي ذات نفسه، اذا كان في مدير فني، اذا كان في لعيبه، اذا كان في صفقات. اي صفقه بيراميدز عايزها بيروح يجيبها بكل هدوء. حامد حمدان اللي انت كنت بتحفي وبتموت علشان تجيبه في الصيف اللي فات، بيراميدز راح جابه بكل سهوله من بتروجيت. ليه؟ لان انت معكش فلوس تجيبه، والواد كان عايزك على فكره، بس انت معكش فلوس تجيبه، تمام. ايه تاني ونفسك التاني صارف جايب لعيبه منتخب مصر. اقسم بالله ده حسام حسن لعب في مره بتشكيل لو شلت منه صلاح ومرموش، اقسم لك بالله 9 لعيبه تانيين منتخب مصر اهلي، كلهم اهلي. منافسه تبقى عايز فوق المليار ولا فوق ال 900 ولا 800 مليون على لعيبه، ايش زيزو وايش تريزيجيه وايش كاموشا وايش الواد اللي هو بن رمضان وبن عمري وبن شرقي وبن خالتي وبن عمتي وبن ستي. ادي منافسك التاني اللي هو اسمه بنعتبره منافس بس هو وضيع، راح يتعادل النهارده الاسماعيلاويه يا جدعان، والله العظيم دول رجاله، الاسماعيلاويه دول رجاله. يعني الاسماعيلي هو السبب الرئيسي في ان الزمالك يبات اليومين اللي احنا فيهم دول متصدر الدوري. الاسماعيلي هو السبب الرئيسي، ولذلك انا من بعد الماتش انا اقسم بالله انا شايب 3 انسان و2 شاي، انا مش قادر. زوري من اللي انا عملته. انا قعدت ماتش الاسماعيلي ده، انا كان هيجبرني حاجه بماتش الاسماعيلي ده، مش مصدق. يعني الاسماعيلي لازم يكسب يا جدعان باي شكل، لازم يتعادل، لازم يخلص الماتش كده. الحمد لله. انا مش متخيل فكره، او ما كانش يجي في بالي من شهر واحد، لنا ولا اصحابي ولا حتى اهل بيتي ولا اي حد، ان الزمالك في هذا الوضع اللي هو فيه، اللي كان خسر فيه من الاتحاد السكندري، مع كامل الاحترام، خسر فيه من الاتحاد السكندري في كاس الرابطه 3-0، مش عارف قبلها خسر من مين وخسر من مين ومتعادل مع رابطه اسماعيليه بالعافيه، واتعادلت وخسرت وتنتهى ومسحوب منك الارض، وما عادش فلوس وما عادش قيد وما عادش بتاع وما عادش وفي النهايه تيجي تقول لي من شهر ان الزمالك هيصعد اول كونفدراليه وهتصدر الدوري في وجود العتاوله اللي معاهم فلوس، بيراميدز والاهلي والسيراميكا. اقول لك والله ما يحصل، اقول لك انت عبيط، انت اتجننت يالا ولا ايه؟ لكن ده الزمالك، يعني في الاول وفي الاخر ده الزمالك. احنا فريق ضد المنطق. هناخد الدوري ما اعرفش، هناخد الكونفدراليه والله ما اعرف ولا هسال.
ولا عايز. انا كل اللي انا بحلم بيه من السيزون ده، وقلتها قبل كده في فيديو بعد ماتش سيراميكا لما طلعنا من نهائي الكاس، يا جماعه احنا مش عايزين غير ان احنا ناخد مركز تاني مؤهل دوري ابطال. شكرا، انا مش عايز حاجه غير كده. وهتقول لي اصل انت طموحك قليل وانت مش انا طموحي قليل. انا عارف حدود فرقتي وعارف اخره. كسبنا الدوري يعني انا مش هعمل فرح، ده انا عليا النعمه همسك الاهلاويه اهلاوي همسكه هشلفه. اهلاوي اللي على ايه في وشي هشلفه مش هرحمه. لكن انا بالنسبه لي انا مبسوط. الروح اللي انت شايفها في الفرقه، عبد الله السعيد اللي طالع زعلان عشان كان عايز يلعب ومتضايق ان احنا دخل فينا جون وعايز يلعب ويدوس على نفسه، ومع ذلك ربيع البديل اللي كان مصاب مش عارف مصاب كام شهر نزل جاب جول. الواد الشيكو بنزا صنع اسيست، بقى عاقل، بقى اهدى، بقى تقيل على الكوره، بقى واحده واحده بيعرف ان هو يتقل كده وتك يلا ودي الكوره لربيع اللي فاضي في المكان ربيع يعملها. ظبط نفس. انا شايف ان انا الوحيد والله العظيم ده انا الوحيد في العالم اللي مؤمن بشيكو بنزا. الوحيد في العالم اللي مؤمن بشيكو بنزا. ما حدش مؤمن بشيكو بنزا قدي تقريبا او زيه اصلا. تمام. جمهور الزمالك اللي راح النهارده، جمهور الاهلي امبارح في برج العرب، اللي انا بقول لك اصل برج العرب دي معقل جمهور الاهلي ومعقل التراس اهلاوي اللي بيروح برج العرب. بس اصل احنا ما بنروحش في القاهره، اصل احنا بنروح برج العرب عشان برج العرب هنقعد يمينه وبسكر وبنعرف ان احنا نقول فيها اللي احنا عايزينه. بلوك والله العظيم ما كملوا بلوك اللي هو بتاع المربع اللي في اللي هو ما بين السلالم يعني. النهارده ولا 6 بلوكات ولا 5 بلوكات من جمهور الزمالك، غير الناس اللي واقفه بره على اللي قاعده ورا يعني عند اول السلم مليانه ناس. الفوز اللي بتاع النهارده والفوز اللي فات واللي قبليه واللي قبليه واللي قبليه واللي قبليه 6 فوز على التوالي في الدوري، ده غير الكونفدراليه، ده غير ماتش المصري اللي انت كسبته، ده غير كل ده بسبب جمهورك. ده الجمهور. الناس اللي بتقول لك اصل الجمهور مالوش لازمه، لما طلعنا قلنا ان جمهور الزمالك يا جماعه طالما هو ما حضرش النهارده يبقى الزمالك كان اداء وحش ان الزمالك يفتقد جمهوره. قال لك لا 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 اصل الجمهور مالوش لازمه، اصل الفنيات ايوه الفنيات حلوه وجميله وبسكر وبسمسم، بس عقليه نادي الزمالك قايمه على الجمهور بس. عقليه نادي الزمالك الدي ان ايه بتاع نادي الزمالك قايم على الجمهور بس. فالحمد لله انا لحد الان انا مش متخيل ان الزمالك اول الدوري. يعني انا مش متخيل ان انا هخش اتسحر وانام والزمالك اول الدوري. هتقول لي تحلم بيه، اقول لك والله ما كنت احلم بيه. سيراميكا لعب ماتش اكتر ونفس عدد النقط، ما يهمنيش القصه دي كلها. انا يهمني ان انا الاول بفرق الاجوان عن بيراميدز 3 اجوان، وغالبا دي اجوان الماتش كلها اسماعيليه اصلا يعني. تمام. والحمد لله مش عايز حاجه تانيه. انا الحمد لله مش عايز حاجه تانيه. انا بالنسبه لي انا رايق ودماغي رايقه ومبسوط، وشايف ان اول معتمد جمال ما جه ان اي كلب عرس كان بيهاجم معتمد جمال يكتم بقه كده ويسكت. اي حد كان معترض على وجود معتمد جمال في، قال لك اصل معتمد جمال مدرب محلي، يعني احنا عايزين مدرب اجنبي. انت جبت مدرب اجنبي بفلوس، يبقى انا معايا فلوس ادفع مرتبات لعيبه ولا اروح اجيب مدرب اجنبي اديله شويه شويات واللعيبه مش لاقيه تاكل ولا مش لاقيه فلوس؟ الناس بتفكر صح. جون ادوارد اللي الناس كانت بتهاجمه وبتقول لك اصل جون ادوارد ده صفقاته سمساره، النهارده اسيستين وجونين للزمالك. تمام. طب الاسيست الاول جول الاول ناصر منسي بزيرة اللي هو صفقه جون ادوارد ب$7 مليون. تمام. جاب لك جول فتح لك الماتش. تمام. طب وبعدين شيكو بنزا اللي هو صفقه جون ادوارد اللي لعبها لاحمد ربيع اللي هو صفقه جون ادوارد جاب لك الجول. ماشي. الحمد لله الزمالك كسب. نهدى ماتش بيراميدز جاي، انا مش عارف اذا كانت الناس هتروح مش هتروح. المهم عندي ان الزمالك كسب النهارده، ربنا يكرم ان شاء الله ونقدر نكسب ماتش بيراميدز او على الاقل نتعادل. خلينا نكون واقعيين، بيراميدز فرقه تقيله ولكن احنا الحمد لله هنقدر ان احنا نعمل حاجه ان شاء الله باذن الله. ربنا كريم. انا هتلاقي تقول لي الكلمتين اللي في قلبي، انا ما اهتمتش الصراحه. انا هنزل فيديو من غير مونتاج كده من غير اي حاجه. فالسلام عليكم والف مبروك يا جماعه. الحمد لله.